بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يتعادل مع بتروجيت، أو بتروجيت يتعادل مع النادي الأهلي بسبب محمد الشناوي اللي كان هيلبس الأهلي النهاردة هزيمة لو ما كانش جريديشار نزل وجاب هدف التعادل. خطأ لا يغتفر، وده بقى عايزين نتكلم فيه دقيقة كده ولا دقيقتين بمنتهى الشفافية والصراحة. الماتش اللي فات اللي هو كان بتاع افريقيا، الشناوي رفض يقعد لشوبير احتياطي وقال لك عنده شد. دلوقتي الشد بقى راح، ودلوقتي ان انت بقيت زي الفل وتقف عشان ان انت هتقف ما ترضاش تقعد احتياطي. بصراحة اول مرة نشوف المهازل دي في النادي الاهلي بصراحة يعني، ومحدش يطلع ويقول لي انت مالك وانت مالكش. الكلام ده ما كانش بيحصل في النادي الاهلي. كان شوبير بيقف كان بيقعد له اكرام احتياطي، شوبير بيقف كان بيقعد له ثابت البطل احتياطي، واخد بالك. كان الحضري بيقعد ساعات لمصطفى كمال وساعات لشوبير كده عادي مفيش اي مشكله. انما انت اولا المستوى ضايع، ولولا الاعلام اللي هو دايما في ظهرك والله العظيم ما تلعب منتخب مصر ولا تلعب اهلي. واقسم بالله انا عن قناعاتي، انا من اول الموسم انا كنت بقول مصطفى شوبير بقى حان الوقت ان هو مصطفى شوبير انه يقف بجد يعني. مصطفى شوبير لما غلط الاعلام كله مصطفى غلط مصطفى غلط مصطفى غلط، السبب كله. النهارده المذيع او المعلق خايف يقول ان الجون اللي دخل في النادي الاهلي خطأ ما يعملوش ناشئ عنده 15 سنة بالطول ده وبالجسم ده شناوي، وطالع تضرب دماغ حامد حمدان. ازاي؟ التوقيت بتاعك غلط، التكف غلط، الخروج غلط، الوقفة غلط، التحرك غلط، كل حاجة غلط، عشان كده دخل الجون. فعايزين نشوف السادة الإعلاميين النهاردة وبكرة، نشوف بقى هيقولوا ايه على الشناوي لما شوبير غلط غلطة في ماتش فاركو. الدنيا قامت وكان كسب ساعتها الاهلي 4-2 ما تعادلش، واخد بقى. ماشي ماتش اللي هو بتاع مودرن اول الموسم، الغلطة اللي هو غلطها بس مش هو ده، هو باصها للراجل اللي هو كريم فؤاد هو اللي الباصة بتاعته هي اللي كانت غلط، هو ملوش ذنب لان المدرب مديله تعليمات ان هو يلعب برجله فبيلعبها الاقرب واحد برجله. انا مالي بقى التاني غلط، انا مالي. بس هم حملوها شوبير لان هم اصلا الناس دي في دماغها حاجه من ناحيه مصطفى شوبير، ماليش دعوه بابوه، انا بتكلم على مصطفى شوبير. ويا كابتن حسام ايه رايك بعد مستوى احمد الشناوي المذهل في الكام بطوله اللي خدها فريق بيراميدز والسبب في احمد الشناوي؟ يعني حان الان بقى ان الراجل ده تجيبه ويقف رقم واحد، انما مش هتقدر. وانا عارف ممكن تضمه انما مش هيلعب. ده انت جبته راجل من البيت ولعبته، وكان ساعتها مصطفى شوبير مكسر الدنيا، وكان واخد ساعتها بطولة افريقيا، وكان ساعتها عواد مكسر الدنيا في الزمالك، وكان شوبير مكسر الدنيا في الاهلي، وجبت ده من البيت ولعبته. ما اعرفش على ايه يعني، ليه يعني خايفين منه ليه؟ او هو مثلا المهم يعني ما علينا. النادي الاهلي كان هيخسر النهارده بسببه، وبعدين ما بيرضاش يقعد احتياطي لما يكون مصطفى شوبير هيقعد. انا ما اعرفش الكلام ده جديد، اول مره اشوفه في النادي الاهلي يعني. نرجع مرجوعنا تاني. الحكم النهارده ماسك سلاح من اول ما الجون دخل، الانذارات وقبل الجون. ايه يا عم في إيه؟ انت بترهب الفرقه ليه؟ انت بترهب الفرقه ليه؟ انذارات 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 انذارات. انت مش كده يا كابتن محمود يا بسوني، انت حكم نزيه وحكم قوي وحكم. وما تنساش ان الناس دي اللي شتمتك السنه اللي فاتت لما كنت هتحكم مباراه الاهلي والزمالك، فاكر ولا مش فاكر؟ فانا ما بقولكش لا، انت تحكم بما يرضي ربنا. زي ما مدي 9 دقايق الشوط الثاني ليه، و5 دقايق الشوط الاولاني ليه؟ انت عارف لو الاهلي اللي كسبان والله العظيم ما بتزيد عن 4 دقايق، والله ما بتزيد عن، يعني يوم ما يضربوا الدم 5 دقايق.
انما 9 دقايق الشوط الاولاني، الشوط الثاني، وخمس دقايق الشوط الاولاني، يعني طايم بحاله، طايم وقت، بدل من الاهلي مش هتعادل. الاهلي وحش، الاهلي وحش. وانا كنت مفكر ان الراجل المدرب ده بعد الماتش اللي فات لما قعد زيزو وقعد تريزيجيه وقعد بن شرقي، انا قلت بقى بدأ ان هو ايه يشوف اللعيبه، وهيبدأ بقى من ماتشات الدوري ده اللي هو ماتش بتروجيت ده انه يحط احمد عبادر ناحيه الشمال، ويحط مثلا زيزو ناحيه اليمين، ويحط قفشه تحتيهم، وقدامهم جريديشار. النهارده لقيت طاهر محمد طاهر. طب طالما جريديشار قاعد على الدكه، انت مقعده ليه على الدكه؟ ما بداتش بيه ليه؟ ده هو راس حربه الوحيد. انت كده ظلمت طاهر محمد طاهر. وطاهر النهارده لو عايز تلعبه خليه بقى وينج رايت، وقعد زيزو، قعد تريزيجيه وزيزو وبن شرقي. ايه المشكله؟ وبين رمضان اللي هو هتقول لي عمل الجون فاول وفي شك ان هو اوف سايد، يعني الجون فاول وفي شك ان هو اوف سايد اللي هو جه، بس طول المباراه ما حسيناش بيه. هل ده لعيب محترف؟ هل ده؟ انا عن نفسي كنت متوقع ان بين رمضان ده هيجي يكسر الدنيا، ويجي قعد امام عاشور، ويقعد قفشه، ويقعد اتخن واحد في الحته دي. انما بطيء. كل لعبه فاولات. النهارده في فاول عليه والحكم حسبها له. انا برضو دي حاجه كانت غريبه. الشوط الاولاني والشوط الثاني في واحده مسك فيها برضو، ولا كأن وبيحسب على الناس فاولات وانذارات، فاولات وانذارات. ده كويس ان سيد عيد اتنبه وطلع الناس اللي عندها انذارات، لان لو فضلت الناس دي كان هيطرد واحد او اتنين. 9 دقايق كتار قوي، كتار قوي، مع فرقه مش هتساعدك. هتقول لي الاهلي مضيع ايه؟ ال النهارده بقى، بمناسبه النهارده نجم المباراه، سيبك من بتروجيت، حامد حمدان. نجم المباراه النهارده انا من وجهه نظري محمد هاني. محمد هاني كل كروساته اللي عملها هي الخطوره. الجون جه من الكروس بتاع محمد هاني، مش بتاع زيزو اللي انتوا جايبينه ب 160 مليون ولا ب 200 مليون ولا ان شاء الله يكون ب 100 مليون. عمل ايه زيزو؟ كل كوره بس يجري كورنر من ناحيه اليمين يروح يرفعها الباك يطلعها، من ناحيه الشمال يروح يرفعها الباك يطلعها، فاولات يرفعها الديفنس يطلعها. هو انا جايبه عشان الكورنر بس؟ يعني كنت جايبه عشان الكورنر بس؟ طب يا ريت ان هي بتيجي جوان عشان نقول ماشي عنده ميزه. حتى الميزه اللي كانت عنده فقدها. واحد بقى يقول لي اصل انت مستقصد زيزو. لا، ما انا لما رحت النادي الاهلي فرقت مع النادي الاهلي، فرقت. عارفين يعني ايه فرقت؟ واسالوا شبين، واسالوا الاتحاد، واسالوا محله، ماتشات كتير كنت بفرق فيها، وماتشات بطولات. اسماعيلي في اسكندريه، الماتش الفاصل اول سنه ليا، واخد بال حضرتك؟ فهو لازم طالما جاي وجايبه لازم تستفاد منه، لازم يكسبك. هتقول لي ما هو عامل 4 اسيست وانا جايبه بالمبلغ ده كله، وعشان تقول لي 4 اسيست وجايب جونين، وجايب الجون التالت ضربة جزاء. الاهلي ما بيلعبش كوره. انا كنت مفكر ان الراجل زي ما انا قلت كده هيبدا من بدايه الدور الشوط الاولاني، هيقوم جاي حاطط الاثنين اللي هم في القلب، اللي هو ياسين مرعي وياسر ابراهيم ومحمد هاني طبعا ومحمد شكري. عمل تغييره كمان بتاعت عمر كمال، دي لازم ينزل مكان زيزو. يعني انت طلعت بن شرقي وطلعت تريزيجيه، لازم تطلع زيزو وتنزله ناحيه الرايت على عدلته. هيكسبك زي ما كسبك الماتش اللي فات. انما انت راح تحطه باك ليفت مش لاقي، قعدت تبص هطلع مين اطلع. طب ما تطلع بن رمضان يا راجل وخليه هو يلعب تحت الفيرود او ناحيه الرايت، ودخل زيزو تحت الفيرود لو انت مش عايز تطلع زيزو. فلاعب شكري ولاعب محمد هاني على الاطراف، وبعد كده في قلب الملعب ديانج وبن رمضان وتريزيجيه، وناحيه اليمين زيزو وطاهر محمد طاهر وبن شرقي. لعب ميت ولعب عقيم ولعب تحس كده ان هو لعب شركات قديم، اللي بيمسك كوره ما بيتحرك، ما فيش واحد بيروح على واحد، ما فيش واحد بيحط اسيست. كنت لازم تبدا بقفشه النهارده، لازم ده ماتش قفشه. ولما نزل هو عبد القادر هو سبب الخطوره الفتره في الاخر ربع ساعه ولا تلت ساعه، بما فيهم ال9 دقايق اللي هم وقت بدل ضايع. فقلنا خلاص بقى، انت الماتش اللي فات
لما انت قلنا بنشوف اللعيبه، فعبد القادر لما كان كويس، قفشه ما نزلش الماتش اللي فات، فانت بتلعبه الماتش ده، كنت المفروض تديله الماتش اللي فات، واخد بالك. انا عن نفسي لو هو خد الفرص بتاعت رمضان دي، اقسم بين رمضان ده هيبقى قفشه اخطر لعيب في النادي الاهلي، بس هو محتاج الثقه ومحتاج ان هو يلعب. وبعدين تقعد جريديشار وتلاعب طاهر محمد طاهر، طب ما تخلي طاهر ناحيه الرايت وتقعد زيزو، بس ما تقدرش، التعليمات جت ان زيزو لازم يلعب وما يخرجش من الملعب، وما يخرجش، ختمه اهو، ما يخرجش من الملعب. هتقول لي ما اخرجه، ما هو ما بيعملش حاجه، يعني لما في الاخر خالص الراجل بيتخني بيقوم جاي مخرجه، بس النهارده المفروض ان هو يخرجه، لان النهارده مفيش يا مولاي كما خلقتني، مفيش اي حاجه خالص خالص بصراحه. وكده بقى بكره ما هتشوفوا بزيره هتحسوا بالفرق الكبير بين ده وده. ده بيتنطط على الكوره بيعمل ايه وانتاجه ايه مع فرقته وبيشيل الفرقه ازاي، والتاني بس كروس كروس، ويا ريت الكروس بقى مظبوط. ده محمد هاني من يوم ما هو جه والله العظيم، محمد هاني اوفراته دلوقتي تتدرس، والله من يوم ما زيزو جه الاوفرات بتاعته والكروسات بتاعته تتدرس، والله العظيم. لازم عشان الاهلي يفوق لازم لعيبه تقعد ولاعيبه تلعب، بس ده اللي اذا كان الاهلي عايز دوري، ما هو مش كل مره بقى ناس هتخدمكم في الدوري، انت مش هتخدم الا نفسك، ناس تقعد ماليش دعوه جايين بفلوس قد ايه، بمبالغ قد ايه، انا المهم ان انا عايز اكسب واقدم كوره واعمل يعني اداء، يعني يخلي لعيبه النادي جماهير النادي الاهلي يبقى عارفه ان ده النادي الاهلي اللي رجع، لان لغايه دلوقتي النادي الاهلي ما جاش من اول الموسم بصراحه، كل واحد بيلعب لنفسه، كل واحد انا جاي بقد كده وانا جاي بقد كده، انا اللي اخد اللقطه وانا اللي اخد عمر الكلام ده ما كان في النادي الاهلي. هي الميزه بتاعت النادي الاهلي الجماعيه، كان يبقى كله قلبهم على قلب بعض، دلوقتي كل واحد ولا في الدماغ. تعادل النهارده مخيب لجماهير النادي الاهلي، صدمه لجماهير النادي الاهلي، كارثه لجماهير النادي الاهلي. واول الاصلاح لازم الشناوي يقعد، ولازم 2 ما قلت من الصفقات دول يقعدوا ما عدا بن شرقي، هو الوحيد اللي لعبه ايجابي النهارده، بقى عمال يحاول برغم التكتلات الدفاعيه بتاعه بتروجيت، بس هو الوحيد اللي كان خطر، الوحيد اللي لما بيمسك كوره تحس ان هيبقى في حاجه. طبعا هو ولما قفشه نزل ولما عبد القادر نزل الدنيا اختلفت تماما، وحسنا بريحه النادي الاهلي لما دولت نزلوا، ولما كان بن شرقي في الملعب هو الوحيد اللي كان بيقف على الكوره، والوحيد اللي بيباصي صح، والوحيد اللي هو يعني تحس بالخطوره لما هو لعب. مباراه انا شايف ان 2 بونت النادي الاهلي فرط فيهم بسهوله، والسبب الشناوي، وان مش دي روح النادي الاهلي يا جدعان، ده النادي الاهلي كان بيبقى اقل من كده بس بيكسب، بيبقى فيه روح، فيه ضغط، في انتشار كويس، يعني بيعملوا الحاجات اللي هي بدايات الكوره اللي هي الحديثه وكان يكسب. النهارده تحس كده ان اللعيبه عادي. ليه؟ لان كل اللعيبه اللي جايه 3/4 النهارده، على فكره تريزيجيه برغم ان هو ما كانش النهارده في حالته، بس حاطط واحده النهارده في العارضه لو دخل الجون كانت قلبت الموازين. تريزيجيه عشان بس ان هو متربي في النادي الاهلي وعنده حميه وغيره، برغم ان انا بقول ان هو بياخد الكوره وبيبقى مش عايز يباصي لحد وعايز اللي هو، بس ده حقه لان هو اغلى لعيب كوره في النادي الاهلي، فلازم ان هو الضوء يتسلط عليه شويه. هو لما حس ان الضوء مش متسلط عليه فعايز يقول لهم، يقول للجماهير ان انا اهو موجود اهو. مش هطول عليكم اكتر من كده. مبروك لفرقه بيراميدز، فرقه بتروجيت النهارده اللي عامله مباراه تكتيكيه، والكابتن سيد عيد النهارده هو وفرقته بصراحه شابوه على الامكانيات اللي هي، يعني الفرقه دي كلها ما تجيبش مثلا عقد مروان عطيه، الفرقه بتاعت بتروجيت دي ما تجيبش عقد مروان عطيه. يا عم بلاش مروان عطيه عشان ما حدش يزعل، امام عاشور الله يشفيه بقى. مبروك يا كابتن سيد النهارده البونت، تستاهلوا. انت النهارده ادارت المباراه بحكمه وحنكه،
واللعيبه النهارده ادت بمنتهى الرجوله والاستبسال يعني موتت نفسها النهارده عشان البونت وتحقق لهم ما ارادوا. مبروك يا كابتن سيد انت ولاعيبتك، واشوفكم ان شاء الله بكره بعد مباراه الزمالك والبنك الاهلي. السلام عليكم.